السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من حلقات الأخبار. أعرفكم تحبون الأخبار مو صحيح؟ حلقة اليوم ما راح تختلف عن الحلقات السابقة، أخبار غريبة عن عالم الألعاب واليوتيوب. بس عنوان هذا المقطع راح يكون غريب. ليش يا مصطفى؟ لأنه راح أتكلم لكم عن قصة صارت قبل يومين يمكن، ومن هاي القصة راح تعرف الفكرة الكاملة ليش الناس دا تسوي هذا التحدي السكينة اللي يحط ومن وراء هاي القصة راح تعرف ليش الناس تسوي التحدي مع السكينة، يشعلوها بالنار بعدين يقطعون الأشياء. اللي ما يعرف فكرة السكينة اللي تقطع كل شيء اليوم راح يعرفها. اليوم راح احكي عن قناة باليوتيوب اسمها مستر جير. كل واحد ما يعرف هاي القناة راح احط لكم رابطها بالديسكربشن. اكثر من 5 ملايين مشترك، وطبعا هذا رقم ما حصله الا قبل فترة قصيرة، وتقريبا مليار مشاهدة. شنو علاقة مستر جير او السيد معدات موضوع التحدي ده تسوي هواية قنوات باليوتيوب مال اقطع الاشياء بسكين درجة الحرارة مالتها توصل ال1000 درجة مئوية. على مود اعطيك فكرة بسيطة شنو يعني 1000 درجة مئوية. لما تحط الماي على النار وتشوفه دا يغلي، هاي تعتبر 100 درجة مئوية. اكيد لما تحط اصبعك بيها راح تنشوي، فتخيل 1000 مرة من هاي النار. قناة مستر جير كانت تنزل هاي المقاطع من 3 اسابيع، ولحد هسه دا ينزل هذا الموضوع. يجيب لك سكينة ويقطع بيها الاشياء. طبعا درجة السكينة مثل ما قلنا توصل 1000 درجة مئوية. فاكو يوتيوبر اجانب شافوها وانعجبوا بالفكرة صاروا يسوون نفسها. بدنا نشوف هاي قنوات عربية دا تسوي هذا التحدي، السكينة النارية اللي تقطع كل شيء. يعني مصدر هذا التحدي اللي دا تشوفه هسه اذا ما كنت تعرفه فقادم من مستر جير. قناة على اليوتيوب اسمها فاير سويت فاير. علقت باحد مقاطع مستر جير وقالت له انت سرقت الفكره مالتي. ليش؟ لانه هاي القناه قبل 4 سنوات كانت تسوي نفس الفكره. قناه سكارز الاخباريه حكت بالموضوع هذا، انه هذا مستر جير جاب الفكره والعناوين ولزقها بقناته وسرقها من هاي القناه الصغيره. قناه ثانيه راحت حققت من الموضوع وشافت انه سكارز مخبل ما يفتهم، لانه هذا الشيء مو صحيح. ممكن اخذ الفكره وحطها بقناته مال السكين اللي تقطع الاشياء، لكن العناوين مال الفيديو ذاك سرقها منه. لانه اي انسان يقدر يغير عنوان مقطع شلون ما يريد، ولكن الشيء اللي ما يعرفه انه على تويتر لما تشارك بفيديو مالتك او لما تشارك بالفيديو مالتك على جوجل بلس ما راح يتغير العنوان ابدا، راح يبقى بالعنوان الرئيسي او الاساسي اللي سويته. وهنا لقط الاخ انه هو سرق العناوين وذاك سرق الفكره وضربوا بعض. المهم الخبر الثاني ويانا لهذا اليوم يحكي عن تجربة لعبة Resident Evil 7 بالواقع وبالحقيقة. كابكوم حملة ترويجية دا تسوي على اللعبة مالتها، لذلك قررت تشكل مثل بيت مسكون اشباح وتدخل بيه عالم وتحاول تخليهم يدخلون بالغاز بداخل هذا البيت على مود يقدرون يطلعون من هذا البيت عن طريق حل الالغاز. يعني كأنه لعبة مو افتراضية وانما لعبة حقيقية حركية، يعني لعبة تفاعلية. طبعا ما اعرف اذا دا تدعو ناس عاديين او يوتيوبرز، بس هذا الشيء وين يذكرنا؟ وين يا مصطفى؟ يذكرنا اكو شركة نظمت هيج حدث انه تعيشك قصة لعبة معينة، تعيش واقع لعبة معينة. وين يا مصطفى؟ وين؟ ها Welcome YouTuber. شباب جاهزين؟ جاهزين. طيب يلا يلا على السريع على السريع. دور بالزبالة. تتذكرون لما رحت انا جد الشاي بدبي وعشنا لعبة واتش دوجز 2؟ نفس الفكرة دا تسويها كابكوم، دا تعيش الناس لعبة ريزيدنت ايفل 7. صحيح احنا نوبنا شوية بالتجربة، لكن كانت تجربة رائعة جدا ورهيبة انك تعيش قصة لعبة واتش دوجز 2. طبعا عالم التهكير، يعني تحكي ويرانش المهكر على اساس صديقك ونتفاعل ويرانش ونحكي وياه عن طريق اتصال وقلنا هكرت هذا او سووا هاي الشغلة عم تهكروها. كانت تجربة جدا رائعة. اللي ما شاف هاي التجربة يقدر يشوفها بالوصف مال الفيديو، راح احط لكم اياها. تجربة رهيبة يعني، انصحكم تشوفوا لي الفيديو. هو صحيح ما جابوا مشاهدات واريد تزداد شوي مشاهدات مالته، بس اذا شفتوها يعني راح تكون ان شاء الله جدا عظيمه. خذوها مني. خبرنا الثالث هذا اليوم يتكلم عن لعبه ماس افكت اندروميديا. هاي اللعبه انا ما اعرف ليش بس متحمس لها. شفت العرض مالتها كان رهيب جدا يا شباب. بس اكو خبر جدا مهم بهاي اللعبه، انه ما بيها تذكره مواسم. يصير شنو هي تذكره مواسم؟ يعني السيزون باس، يعني انت تدفع مثلا $50 زايده عن اللعبه، عن مود كل اضافه بفلوس لازم تدفعها للعبه تجيك مجانا، او فتحوا خريطه جديده، دخلوا سلاح جديد، كلها تجيك مجانا، بس على شرط انك انت تدفع فلوس قبل ما يصدر هذا الشيء. هذا الشيء غير موجود بلعبه ماس افكت اندروميديا. الخبر الثالث لعشاق لعبه انشارتد 4. محبي لعبه انشارتد 4 راح يكونون سعيدين بهذا الخبر، لانه فيلم انشارتد
تم البدء بعملية إنتاجه، ظل فترة طويلة بالتجميد ولسه بدوا عملية إنتاجه، لكن مو هنا الفكرة هل سيكون فيلم تعبان مثل الأفلام المقتبسة من الألعاب مثل فيلم أساسنز كريد الأخير أو مثل فيلم وورد اوف واركرافت الأخير؟ كانت أفلام تعبانة. أتمنى أشوف فيلم بجودة اللعبة تحصل 9.5 من 10 و10 على 10 و9 من 10 بالتقييمات. أتمنى أشوف فيلم يوصل لهاي الدرجة. أنا ما أقول لكم فيلم هوليودي، لكن على أقل تقدير يكون فيلم 8 من 10 أو 7.5 من 10 قابل، بس مو فيلم 4 من 10 أو 5 من 10. هاي كانت أخبار اليوم يا شباب، أتمنى الأخبار عجبتكم. إن شاء الله أشوفكم باكر أو بعد باكر بحلقة جديدة. لا تنسى تدعمنا بلايك واشتراك إذا أول مرة تدخل للقناة. سلام.